مع اقتراب فصل الشتاء تعود نقاشات التوقيت الصيفي والشتوي في الأردن لتتصدر المشهد مجددا بين مؤيد ومعارض لتغيير الساعة وسط تأثيرات مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين. كما هي دقائق الساعة تتحرك آراء الأردنيين لتعدد الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بتأخير عقارب الساعة من عدمه في فصل الشتاء. التوقيت ظل ثابت عشان ما يغير وضع الناس. شو الموضوع يعني يربك الامور لما يصير التوقيت بدك اسبوع عشان تتعود على التوقيت الجديد، اما الافضل انه يكون التوقيت ثابت كما هو شتوي او صيفي. هذا التوقيت ما شاء الله كويس ان شاء الله، بس يثبتونا عليه لانه بالصبح هنا بصير اولاد بيطلعوا من المدارس بتكون الدنيا ليل، فاحنا يثبتونا هذا التوقيت على اساس انه يضل بالشتاء. الافضل يضل على نفس التوقيت عشان يضلهم يطلعوا 7 الصبح بتكون بازغ الشمس، فبالحالة هاي بتكون الأمور طيبة يعني. الاختلاف هو السمة المشتركة بين الأردنيين حول التوقيت، والكل يغني على ليلاه. المدارس والجامعات ودوام الموظفين هي من تغذي فتيل الجدل، أما الطقس البارد فهو قصة معاناة كاملة غيبت من الحسبان. يكون مطابق لأوانه. فصل الشتاء بده توقيت شتوي عادي، وفصل الصيف خاصة للطلاب يعني الطالبات بناتنا يعني بروحوا الدنيا عتمة، وهذا يعني شيء متعارض يعني مع بنت تطلع في العتمة. رغم هذا الجدل ذكرت مصادر رسمية أن الحكومة لا تنوي إجراء أي تغييرات على التوقيت الصيفي، وستواصل العمل به في الفترة المقبلة، فيما تستمر الدعوات إلى تقييم تأثيراته الاجتماعية، سيما أنه مرتبط بذاكرة أليمة. خلي التوقيت الشتوي زي ما هو وظل طول السنة ماشي الحال، أما هسه بكرة توقيت صيفي، بكرة جايين على الشتاء، اللي بده يطلع دوام الساعة 8 ولا لسه الدنيا ليل. الطلاب بدهم يطلعوا الساعة 7 الصبح الدنيا ليل. احنا نسينا قضية البنت اللي انقتلت الله يرحمها زمان، ما نسيناها. يعني التوقيت الشتوي أفضل بكثير، أفضل بكثير وظل على طول، ما في داعي إنه يسوون توقيت صيفي وتوقيت شتوي. يظل الموضوع إذن محل نقاش بين المواطنين والخبراء، بينما يبقى السؤال: هل ينجح التوقيت الصيفي والشتوي في التوفيق بين حاجات الاقتصاد التي تتبناها الحكومة ومخاوف المواطنين واعتراضاتهم، أم أنه مجرد جدل موسمي يتجدد كل عام؟